حي على الفلاح. هناك آية في القرآن تتحدث عن ظاهرة البرد، نزول البرد، حبات البرد. نعم. هذه كرات من الثلج، نعم. الصلب، تنزل مع المطر. فماذا قال تبارك وتعالى؟ قال وينزل من السماء من جبال فيها من برد. نعم. وصف الغيوم بالجبال. نحن نعلم أن الجبل يرتفع لعدة كيلومترات. نعم. ارتفاعه يكون 3 أو 4 أو 7 كيلومتر. نعم. في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن أحد يرى هذه الغيوم. نعم. ولم يعرفوا حقيقتها، وكانوا يظنونها جزء من الهواء، يعني لا وزن لها. تبين أن هذه الغيوم ثقيلة جدا، تزن ملايين الأطنان. الغيوم ثقيلة كالجبال. نعم. نعم. وارتفاعها أيضا كالجبال. دعنا نشاهد هذه الصورة. حقيقة صورة رائعة، يعني التقطت يعني طائرة من فوق للغيوم، وتظهر نتوءات هذه الغيوم ترتفع 3 أو 4 كيلومتر. هذه غيوم؟ غيوم هذه، يعني حقيقة أنا ظننتها منظر لها. أو نعم. سلسلة نعم. جبلية. نعم. يعني نعم. ولكن بالتحليل تبين أنها غيوم. نعم. وكل غيمة، انظر هنا تبدو صغيرة ولكن تمتد أكثر من 1000 متر ارتفاع الغيمة. نعم. هذا الارتفاع لأكثر من 1000 أو 2000 متر. فلذلك يعني الله تبارك وتعالى عندما قال وينزل من السماء من جبال فيها من برد. نعم. يقول العلماء إن البرد لا ينزل إلا من أمثال هذه الغيوم المرتفعة. سبحان الملك. الركامية. نعم. يسمونها غيوم ركامية. يجب أن يكون ارتفاع الغيمة أكثر من 1000 متر حتى يتمكن البرد من التشكل والنزول من هذه الغيوم التي تشبه الجبال. سبحان الله. تصوير، يعني تصوير ومن الأعلى. يعني النبي عليه الصلاة والسلام أتحدث عن تصوير القرآن. تصوير القرآن، يعني أنت عندما تقرأ القرآن كأنك تقف في مركبة فضائية خارج الأرض وتنظر إلى هذه الكرة الأرضية. سبحان الله.